السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا انا غايبة بقالي كتير قوي لدرجة ان انا مش عارفة بقالي غايبة بقالي كام شهر. تقريبا داخلة يجي في كام يا ربي، بقالي 7 شهور، داخلة في 8 شهور ما بنزلش فيديوهات. طبعا مفيش عندي اي مشاكل، الحمد لله، انا غايبة بمزاجي. والله بصوا، يعني في حاجات كنت بجربها في حياتي يعني وكده. بس اتضح ان انا ماليش غير القناة بتاعتي واليوتيوب، فاهمين يعني، هي الاساس. وتاني سبب برضو المهم، يعني عشان بكذبش عليكم، القناة بتاعتي، القنوات عامة، اللي غايب بقاله فترة عن قناته ما بينزلش فيها حاجة، ينزل حتى لو مثلا في الأسبوع مرة واحدة، مش زي الأول مثلا اللي هو ينزل يوم ويوم أو كل يومين. لو ناس مضغوطة ومشغولة طول الوقت ومش فاضية، لو مرة في الأسبوع. عدم ان انا انزل حاجات باستمرار على القناة، ده بيضر القناة جدا لدرجة ان هي ممكن تتقفل خالص يعني. ف... فانا طبعا لما عرفت كده وحصل عندي شويه حاجات في القناه كده ملخبطه، يعني انا دخلت لقيت في حاجات فيها مش مظبطه. دخلت وقعدت اتفرج على فيديوهات كده لناس بتوع يوتيوب وكده، من اللي هم مختصين بالمشاكل دي. فلقيت ان لازم التفاعل على القناه، وما ينفعش ان احنا نركنها. انا طبعا ما كنتش اعرف كده خالص، يعني انا ركنتها 8 شهور. بجد يعني انا زعلانه جدا. يعني انا كنت وصلت فيها لمستوى كويس من المشاهدات. دلوقتي طبعا هنبدا من الصفر، من اول وجديد، يعني يعتبر يعني الفيديو ده انا بحسبه ان هو يعتبر اول فيديو على القناه بنزله من اول وجديد. يعني لسه مش عارفه المتابعين فاكريني ولا لا، نسيوني، الناس اللي لغت الاشتراك، كل ده حقكوا عليا بجد. انا اللي قصرت في حق نفسي، وانا المستوى اللي انا وصلت له في القناه انا اللي دمرته بايدي. وما بلومش حد، انا بلوم نفسي انا بس. المهم ان انا بجد مبسوطه جدا ان انا اتشجعت وان انا صورت وكده. من ضمن الاسباب برضو اللي ما كانت بتخليني اصور الكسل او الخمول او الاحباط. يعني كانت المشاهدات ايامها لما كنت بنزل من حوالي سنه كده، المشاهدات كانت تعبانه. كانت تعبانه بجد. يعني انا لو كنت في استمرار كانت الى حد ما زادت شويه. اصحاب القنوات اللي انا كنت عارفاهم طبعا مستوى مشاهداتهم زي ما هي، بس يعني الى حد ما القناه شغاله. مش هقول مثلا ان انا فاتني كتير، لا، انا يعني يعتبر ما فاتنيش حاجه غير ان انا ببدا من اول وجديد. يعني ان كانت المشاهدات كنت وصلت لحاجه معينه، دلوقتي هقعد فتره لما اوصل لها تاني من اول وجديد. مش مشكلة، لأن القنوات الروتين والقنوات كتير جدا، مختلفة جدا وبتقدم محتويات كتير جدا. وطبعا أغلبية قنوات الروتين بتعتمد على الطبخ بنسبة كبيرة. أنا معاكم في موضوع الطبخ، وكمان يعني كويس إن أنا أصلا بادئة إن أنا أرجع من جديد على دخلة رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. فان شاء الله وجبات فطارنا كل يوم. طبعا احنا مش بنطبخ كل يوم، اكيد احنا بنطبخ طبيخ يكفينا كمان لتاني يوم، او بمعنى اصح الطبيخ البيتي احنا مش بنرميه فبناكله. بس هيبقى فيه جو حماس اكتر. الواحد بيبقى مهتم بالاكل اكتر عن الايام العاديه، من حيث بقى نحمر ونشوي على الفحم وكده. انا فاكره رمضان اللي فات كنا بنشوي مع بعض على الفحم كتير. فان شاء الله الايام دي جايه وان شاء الله خير. محتاجه الناس اللي هي يعني كانت متابعاني قبل كده، لما يشوفوا الفيديو اتمنى كومنت ولايك يعني. المفروض ان انتوا تشجعوني من اول وجديد. طبعا انا كنت قبل كده بطلب دعمكم ليا من حيث المشاهده الكامله للفيديو ومشاهده الاعلانات وتعمل لايك على الفيديو. واللي مش مشترك في القناه يا ريت يعمل اشتراك. بجد يعني وحشني جدا جو التصوير وجو المونتاج وجو اللايفات على اليوتيوب. الجو ده وحشني جدا. حاسه ان انا كنت في غربه وكنت مسافره وجيت، يعني جيت وكده. عايزه اقول لكم بقى ان انا جايه اصور برضو في يوم الجو فيه تحفه. يعني الجو شمس زي ما انتم شايفين مشمس جدا 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 لدرجه رهيبه ان انا ما كنتش طايقه الشمس كانت صعبه بجد. يعني كنت بصور لكم الساعة 2 الظهر، يعني في عز الظهرية. الشمس كانت حلوة قوي، وده شجعتني ان انا اطلع كل البطاطين في الشمس. انتوا عارفين انا طبعي يعني الفيديوهات القديمة بتاعتي خالص، انا في الشتاء ما احبش ان انا
اركن البطاطين على السراير، اساسا بيبقى فيه رطوبة جوه في الاوض، فالجو بقى تحس ان هو ايه، بارد الى حد ما، والبطاطين تحس ان هي منديه عليها ميه، لكن لا، لما تطلع كده في الشمس اولا بتتطهر طبعا، وبتبقى ريحتها احلى وانقى. فانا في الشتاء عموما، يعني في الفتره اللي انا مصورش فيها الفيديوهات دي كلها، كانت البطاطين بتاعتي كل لما بلاقي مثلا الشمس طالعه كده وزي الفل، بطلع البطاطين، دي حاجه اساسيه في الايام طبعا. وفي ايام كتير بتيجي بتبقى الشمس مغيمه وفي الشمس طبعا ما بطلعهاش. يعني طبعا عايزه اقول لكم ان مثلا انا مطلعه، شوفوا كميه البطاطين، يعني عندنا بطاطين، ده غير اوضه الاطفال طبعا انا مصوراها في فيديو تاني. بنبقى مثلا متغطيين ببطانيه واتنين وتلاته الفتره اللي فاتت لما كان الجو برد. فبيبقى فيه كوم كده، تحس ان الاوضه عباره عن كوم بطاطين، فبيبقى منظرها مش لطيف يعني. واستحاله طبعا ان انا هطبقها التطبيقه البيرفكت اللي هو خلاص بقى احنا مش هننام تاني غير كمان يومين، لا مفيش الجو ده. هي مجرد ان البطانيه بس ايه، احنا طلعنا من تحتها فبنسيبها مكانها بامانه يعني. ما عدا مثلا الاوضه اللي انا فيها دي دلوقتي فيها بس بطانيه والحاف، فبظبطها كده، بظبطها، سوري يا جماعه، اظبطها على السرير كده فيبقى شكلها شيك. في اوضه الاطفال السريرين طبعا انا حطاهم جنب بعض، وانتوا هتشوفوا في الفيديو الجاي. آه، وخصوصا ان اوضه الاطفال كلنا بننام فيها. ففيها بقى بطانيه والحاف، والبطانيه صغيره، فتحس ان هي ليله كده فرح يعني. طبعا مش عارفه ايه اللي اخرنا، انا كنت بعمل ايه. طبعا مشفتوش حمبوزي من زمان. طبعا كل مره انا في الفيديوهات الناس تقول لي انت مكشره ليه يا متالي، هقول لكم والله مش عارفه انا مكشره ليه، بس زي ما انا قلت قبل كده، الناس المتابعين لما كانوا بيكتبوا لي كومنتات اضحكي والجو ده، هضحك والله، بس الاقي عايزه حاجه اضحك عليها. انا بالطبع لما بكون انا بعمل حاجه ومستعجله وعايزه انجز، تلاقوني كده جاده شويه يعني، ما فاهمين. بس ان شاء الله انا عارفه كل كومنتاتكم، فاكراها كلها وفاكره كل تعليقاتكم ليا. اضحك ومش عارفه ايه والجو ده، انا معاكم. طبعا انا عملت ايه في الاوضه، زي ما انتم شايفين روتين خفيف جدا، لان اساسا انا يعني هي مفيش فيها حاجه الاوضه دي. المفرش ده انا لسه حاطاه قريب فنضيف، والاوضه مفيش فيها غير المشايتين دول في الطرقتين. وشلت البطاطين حطيتها في الشمس ونفضت السرير، ودلوقتي بمسح المرايه تسريحه. طبعا انا مش حاطه اي حاجه على التسريح عشان خاطر العيال بتلعب فيها يعني. كل الاشياء اساسا اللي في الادراج واللي كانت على التسريحه كلها انا عيناها في الكومودينيات، وحاطه وش الكومودينو لايه، للحيطه، عشان خاطر هما كمان بيفتحوا الادراج وبيطلعوا منها كل حاجه. فهتلاقوا النظام عندي مختلف شويه، علشان هما يعني بيلاقوا اي حاجه، هما ما بننزلش الشارع كتير، ما بنخرجش كتير، فبسيبهم يلعبوا في اي حاجه يعني، فاهمين، بسيبهم يطلعوا طاقتهم في اي شيء. فمثلا لما الاقيهم حابين يلعبوا في الاوضه، بفض اي حاجه انا خايفه عليها تتكسر او ان هم يبهدلوها او يكسروها، وباخدها عينها عادي يعني. طبعا احنا كده وصلنا في نهاية الفيديو. اللي لسه ما عملش لايك يحط لايك، وان شاء الله ان شاء الله شجعوني بلايكاتكم وكومنتاتكم الحلوة، ووحشتوني جدا جدا. وشكرا لكل الناس اللي بتدعمني من الفترة اللي فاتت، اللي كانوا بيشجعوني ان انا افتح واستمر. وشكرا جدا 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 للناس اللي خذلتنا في الحياة. ما علينا، مش احنا يا جماعة، هحاول واكيد ان انا لازم اعمل كده، ان انا مذكرش اي حاجة سلبية خالص، لان عشان الواحد يبدأ صح يفكر في الايجابيات، وما علينا من السلبيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.